السلام على بقية الله في البلاد وحجته على سائر العباد ورحمة الله وبركاته. شاءت إرادة الباري جل شأنه أن تتجسد القيم والفضائل الإنسانية مجتمعة في أيام شاءت إرادة الباري جل شأنه أن تتجسد القيم والفضائل الإنسانية مجتمعة في أيام متتالية من ولادة كائنات غير كل الكائنات البشرية على وجه الخليقة. فكانت ولادة الحسين والعباس والسجاد عليهما السلام طريق البداية، بداية العزة والنيل، منذ بزوغ نور ممثل تلك الفضائل ليصلوا بها إلى قضيتهما العظمى في كربلاء وما بعدها. ففي السنة الثالثة من الهجرة المباركة وفي اليوم الثالث من شهر شعبان المعظم أطل نور الحسين على هذه الدنيا، فدخلت البهجة على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى قلب فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وفي الرابع من شعبان من السنة 26 أطل على الإسلام بطل الصنديد حامي عيالات أمير المؤمنين بطل كربلاء بالفضل العباس سلام الله عليه. لقد دخل السرور في قلب أمير المؤمنين علي وقلب سيدة آل محمد بعد أمها الزهراء زينب الكبرى التي فرحت بهذا الوليد وتربى في حجرها. ودخل السرور في قلب السيدة الطاهرة أم البنين سلام الله عليها. وفي الخامس من شهر شعبان في السنة 38 من الهجرة المباركة على مهاجريها أفضل التحيات والسلام، ازداد البيت العلوي مرة أخرى بقمر من الأقمار الزاهية، ألا وهو الإمام علي بن الحسين تالي كتاب حق تلاوته ومعلم الإنسانية الوفاء والأخلاق، إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. أسعد الله أيامكم مرة أخرى بهذه الولادات المباركة. فأولى فقرات حفلنا لهذه الليلة تلاوة معطرة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الأستاذ أبو كميل الكاظمي، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والفجر وليال
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب بسم الله الرحمن الرحيم أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي